السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل القلقاس الجامد ده حرفيا. لا هتسلقي ولا هتوضبي حاجة كده على السريع، ولا هتقعدي بقى تطحني في السلق. وديكوا شايفين مستوي ولونه عامل ازاي. بصراحة كان تحفة. بس القلقاس يا جماعة احنا بنحب نعمله على فراخ بلدي، بيطلع حلو قوي. جربي ان شاء الله، انت هتدعي لي يعني باذن الله. جبت القلقاسية معايا، قطعتها زي ما انتوا شايفين كده مكعبات تخينة شوية. وانا طبعا هقول لكم ازاي تغسليه ما يبقاش الشوربه بتاعته خفيفه كده. مش ممزلقه كده، في قلقاس تاكليه تلاقي شوربته ممزلقه معاكي. لا ده طبعا حاجه جميله جدا. وجبت السلق بتاعي، قعدت بقى قطفته زي ما انتوا شايفين كده، واحده واحده قعدت اقطف فيه. والخضره طبعا ما بتحطلوش الا كزبره بس. قطعتها بردك بنفس الطريقه. ورحت جايبه القلقاس، اول ميه تنزليها على القلقاس بتاعك تبقى ميه سخنه مولعه. ليه؟ لان الميه دي هي اللي بتنزل المزلقه بتاعت القلقاس كلها. بينزل ميه بشعه. وجبت السلق بقى، رحت غسلاه بحزمه اللي هي الكزبره. تمام. ورحت مطلعاه في طبق كده عشان انزل الميه بتاعته اللي هي اللي مش نضيفه دي، بيبقى فيه تراب طبعا كتير قوي تحت، وده بيبقى خطر علينا. ورحت حطاه تاني غسيل تاني، حطيته على البوتاجاز، وكوبايه ونص ميه فقط لا غير. يعني حوالي كوبايه ونص ميه بس. والفرخه بتاعتنا كنت انا سلقاها، كانت واخده سوا شويه. ميه القلقاس زي ما انتوا شايفين، يعني شايفين المنظر عامل ازاي. تفضلي على كده مرتين او 3 مرات. واخر شطفه هتشطفيها بيه ميه ساقعه وتدعكيه تحت الحنفيه، هيبقى معاكي زي الفل. نرجع تاني للسلق بتاعنا، نحط له شعر الكربوناتو. ان الكربوناتو بيخليه اخضر ويحافظ عليه، ودي التركايه الاخيره. هنا خلاص بقى انا كنت غسلت القلقاس، وجيت بقى بعمله بالميه الساقعه تحت الحنفيه. والسلق بتاعي خلاص اتسلق. ضربته في الكبه. وده بقى كان شكله خلاص بعد ما ضربته، لان انا ما بحبش اطحنه والحاجات دي، لا مش بحبها يعني. انا بحب دايما ان انا اسلق السلق بتاعي واديله ضربه في الكبه كده، لان لما بتقعدي تطحني بياخد معاكي وقت كتير قوي. انا حطيت الشوربه تكون بتغلي، بتغلي حرفيا. سقطت فيها القلقاس بتاعي وعصرت عليه نص ليمونه، دي التركايه التانية. بتخلي القلقاس معاكي ما يمزلقش خالص ولا اي حاجه خالص. حطيت حته زبده وحبه زيت. ونزلت بقى عليه بالسلق بتاعنا بعد ما ضربته في الخلاط. وطي النار عليه وسيبيه، وافضلي قلبي كل شويه فيه لما يديكي اللون اللي انا هوريهولك. تمام. جبت التوم والكزبره بقى الباقيه. تمام. شلت حبه كزبره. وده السلق بتاعنا اهوت وهو بيتحمر. ركنته على جنب، دقيتهم التوم على الكزبره. وهنزل عليها اول ما السلق يديكي اللون ده، انزلي عليه بالثوم والكزبره. شايفين اللون بتاع السلق عامل ازاي؟ تحس ان خلاص، يعني انت حاسه ان هو هيتحرق، بس هو مش هيتحرق معاكي، هو ده اللون المفروض يكون عليه. وحبه كزبره ناشفه كده، وقلبي وانزلي بقى عليهم على القلقاس اللي انت حطيتيه سويتيه. شايفين شكله عامل ازاي؟ كان تحفه بصراحه، وكان حاجه جباره يعني. طبعا خلاص بقى هنا كان خلاص استوى. شايفين شكله عامل ازاي؟ يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناه لو عجبناكم. احلى قلقاس هتاكليه. وما تنسيناش بقى في الاشتراك يا جماعه في القناه. السلام عليكم.